اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا؟ أخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. يلا يا حبايبي تعالوا نشوف الفيديو النهارده بتاعنا. معانا روتين جامد جدا في أوضة البنات بتاعتنا. عايزة أقول لكم روتين النهارده طحن، يعني طاقة، مليان طاقة إيجابية كده. يلا تشجعوا معايا. ويلا أول حاجة انزلوا كده سيبوا لي كومنت وصلوا بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. وبتمنى كده حبايبي تشاهدوا كده الفيديو. أمانة عليكم وما تنسونيش في اللايك والشير، يعني أمانة عليكم فضلا منكم وليس أمرا. وليا كمان طلب صغير كده عندكم، عشمانة فيكم أختكم بقى، وعشمانة فيكم وعشمانة في ربنا. عايزة أقول لكم، عايزاكم بس تشاهدوا ليا كام كده إعلان وكام فيديو كده قديم، عشان خاطر القناة ينزل عليها أرباح. لأن انتوا عارفين إن احنا لما بنكمل كده يعني في شروط اليوتيوب بيحطها. انا لسه طبعا بقالي سنتين شغاله، وما لسه ما كملتش الشرط بقى التالت اللي هو اكمل $100. وعايزاكم بقى ايه، دول مش بقى بيخشوا لي في حسابي الا لما بتشاهدوا ليا اعلانات طبعا. ولما بتشاهدوا اعلانات ما تعملوش تخطي وتشاهدوها، وبيكون على كذا فيديو، يعني تشاهدوا فيديوهات كده من عندي قديمة عشان خاطر ينزل عليها ارباح. وان شاء الله ربنا يكرمني كده منها. ادعوا لي كده يا حبايبي، وان شاء الله ربنا يوسع رزقنا جميعا وربنا يرزق الجميع. وطبعا لو انت لسه جديده بقى معايا، اتمنى تشتركي في القناه وتدعميني كده. تحت كده الفيديو في كلمه باللون كده الاحمر، في كلمه اشتراك، اضغطي عليها وتاكدي ان انت مفعله زر الجرس، عشان كل ما انزل حاجه جديده يجيلكم مني اشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا، احلى اخوات في الكون، بحبكم في الله. ويلا بقى اول حاجه نسمي الله ونتوكل على الله ونقول ايه، بسم الله، ونفتتح بقى النهارده الفيديو بتاعنا. ونقول بقى يلا كده هنعمل ايه. اول حاجه طبعا زي ما انا ما قلت لكم، كنت منزله روتينات قبل كده وكنت مقسمه الشقه عندي. يعني عملت روتين البلكونه وروتين الصاله، وطبعا كان غسيل السجاد وغسيل البطاطين. كل الفيديوهات دي كلها موجوده منزلاها قبل كده. لو حد لسه ما شافهاش طبعا اتمنى يروح كده يشوفها ويعمل لي بقى اللايك بتاعكم الجميل. واحنا بقى طبعا انا طبعا سبت بقى الاوضه دي كان فيها شغل جامد جدا طبعا. زي ما انتم عارفين بقى دخول الشتاء، كنت بقى ايه، شِلنا بقى الهدوم الصيفي ونزّلنا الهدوم الشتوي، والدولاب بقى عايز يتطبّق. وكنت كمان عايزة أغيّر النظام. أوضة البنات يعني أنا كنت عاملة لها النظام قبل كده خالص يعني مختلف عن كده. طبعًا لمّا جُم البنات بقى إيه عاوزين يناموا مع بعض ال4، ما شاء الله راحوا ضامين السراير على بعضها كده تمام. فهُم قالوا لباباهم، وباباهم دخل زق لهم السرير. وبصراحة النظام ده مش عاجبني خالص يعني. فأنا قُلت إيه، أنا هاعدّلها بقى. فأنا سِبتهم يعملوا اللي هُم عايزينه، وقُلت لمّا آجي أنا أنزّل الشتوي هانظّم بقى الأوضة زي ما أنا عايزاها تمام. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، بُصّي كان السرايرين جنب بعض كده، وبصراحة الأوضة حاسة إنها بقت ضيّقة ومش عاجباني خالص. فأنا قُلت بقى إيه، أنا هاغيّرها. هتشوفوا بقى النظام بتاعنا اللي أنا هاعمله. طبعًا أول حاجة كنا مطلّعين بقى الهدوم، وكان في غسيل كمان كنا إحنا غاسلين. المهم كنت حاطاه على يعني كده السرير ده هيتطبّق. المهم إن أنا هاقلب الأوضة ديّة وهازُق الدولاب. عايزة أقول لكم إن الفيديو دوّة تعبني جدًا، جدًا والله العظيم، لإني كنت أنا لوحدي فيه والبنات كانوا في الدروس. قليل ما كانت بنتي مريم كانت بتيجي تُقف معايا بصراحة. ربنا يا رب يعينهم وربنا يا رب يوفّقهم جميعًا، وربنا يوفّق يا رب كده أولادكم. أنا بقى إيه، مسكت كده أول حاجة شِلت بقى الملايات السرير. هُم ما كانوش حاطين ملايات، كنا حاطين كده مفارش. المهم إن أنا إيه، شِلتها وقُلت أروح بقى أغسلها، أعلّق عليهم في قلب الغسالة. وهنشيل بقى الهدوم دي كلّها كده، هنعملها زي بُقَجة كده ونشيل كل الهدوم عشان خاطر نوسّع. وهنلمّع الخشب بتاعنا. طبعًا عايزة أقول لكم كان بقى لي فترة ما عملتش الأوضة. وبصراحة كانوا كل يوم بيفتحوا بقى الشباك وكان فيها تراب. فأنا قُلت بقى إيه، هنلمّعها بقى كويس. هنا كانت بنتي، هنا كانت مريم بقى، كانت لسه جاية من الدرس. المهم إيه، دخلت بتساعدني شوية، كانت بتنفّض دلوقتي السراير. المهم إن أنا إيه، دي كده الهدوم كده الصيفي أنا طبعًا شِلتها. دي بس كده جزء منها. هم بصراحة كان عندي كيسين من دول، الأكياس الكبيرة دي. طبعًا شِلت كل حاجة على بقى السرير كده. الحاجة اللي هي إيه، اللي أنا طبعًا هاشيلها. ولسه طبعًا الدولاب فيه هدوم برضه هنشيلها. هو يوم بيبقى هدّا كده، اليوم اللي هو بييجي كل سنة مرّة ده، اللي هو لمّا بتيجي تنزّلي الشتوي بيبقى هدّا. وبرضه نفس النظام برضه في الصيف، تيجي برضه تنزّلي الهدوم الصيفي بيبقى يوم هدّا كده وبيبقى تعب. طبعًا أنا طبعًا كنت مقسّمة الشغل بتاعنا وكنت منزّلة. زي ما أنا قُلت لكم كده ما باحبش أتقِّل على نفسي في الشغل. وطبعًا كنت منزّلة بقى شغل الصالة لوحده، وشغل
البلكونة لوحدها والكلام ده. طبعًا أتمنى تروحوا كده تشوفوا الفيديوهات دي جميلة جدًا وهتشجعوا معايا. أنا هنا بقى بدأت إن أنا أمسح بقى الخشب الأول بحتة ناشفة كده. عايزة أقول لكم والله الفيديو دوّة خَد معايا وقت كبير جدًا، يعني خَد يوم كامل كده فيه. وأنا طبعًا كنت عارفة إن أنا طبعًا هاضبّط الأوضة، كان عندنا أكل برضه. الحمد لله يعني اليوم ده كده إيه، دايمًا عوّدي نَفْسِك أمّا تيجي تقلبي القلبة اللي أنا قالباها ديّة، طبعًا يكون عندِك أكلِك، عشان خاطر يبقى اليوم كده كُلّه مش هتعرفي تقدري تعملي أكل. أنا طبعًا زي ما أنا دايمًا باقول لكم لمّا بتنظّمي كده أفكارِك، بتنظّمي كده كل حاجة، الحاجة يعني بتنجزي وبتخلّصي كده أسرع ويبقى في نظام في أنا كنت لمّعت بقى يعني مسحت الخشب كُلّه كمان السراير مسحتها كده بحتّة ناشفة زي ما أنا ما قُلت لكم، عشان خاطر أروح بقى هنصبّن الخشب بتاعنا. لإني أنا بقى لي فترة ما كنتش عملته بقى كده، وقُلت لازم أنضّفه كويس جدًا، وكمان لونه فاتح فلازم إن هو يتنضّف كويس يعني إن أنا أغسله كويس جدًا. طبعًا اللون الأبيض ده عايز نضافة كده على طول. أنا بصراحة كنت كل فترة باعمله كده، والفترة اللي فاتت عشان كنت تعبانة بقيت أخلّي البنات هُم اللي كانوا بيعملوها، بس برضه مهما يكن هُم مش بيعرفوا يعملوا الحاجة زي ما إحنا بنعمل حاجتنا كده يعني أمهات يعني، مهما يكن برضه هُم برضه مش برضه زينا برضه. بس برضه كتّر يعني خيرهم يعني إن هُم إيه، بيعملوا وبيحاولوا يساعدوني يعني الحمد لله. ربنا يا رب يخلّيهم لي يا رب ويحفظهم من كل شر ويحفظ لكم أولادكم اللهم آمين ويرزق كل مشتاق. ادعوا معانا كده يا حبايبي. يالّا يا حبايبي اللي وصل معايا لحد هنا كده يوحّد الله ويصلّي على الرسول ويسيب لي كده comment حلو زيّكم كده، وما تنسونيش بقى يا حبايبي في اللايك واشتراك في القناة، واتأكدي إن أنتِ مفعّلة زر الجرس. تمام يا حبيبتي كده، ونورتيني وشرفتيني ووجودِك دوّة شرف ليّا والله شرف ليّا كبير جدًا، يعني أتمنى كده تشرفوني وتدعموني كده ونفضل مع بعض دايمًا، وربنا يدوم الخير ما بيننا يا رب. زي ما أنتم شايفين كده أهم حاجة إن أنا كنت بقى لمّعتها بقى من جوّه ومن برّه، يعني باقول لكم مسكت بقى الأوضة كلّها. يعني عايزة أقول لكم كده هو بصراحة ما كانتش عاجباني. وأنا لمّا باقوم على الحاجة بقى يا جماعة يعني ممكن أسيب الحاجة كده سايباها وعارفة إن أنا هاقوم هاضبّطها، خلاص فأنا هاضبّطها يعني هاقلبها كلّها. فأنا ما باعرفش أعمل حاجة إلّا لمّا بيكون بضمير، يعني أنا عامةً ما باحبش أعمل أي حاجة كروتة، لازم بضمير بقى كده. زي ما أنتم شايفين كده هي كانت بقى لها فترة، زقّيت بقى كده المكتبة. دي على فكرة مكتبة مش تسريحة. المهم إن أنا زقّيت المكتبة دي ومسحتها برضه من عند الجناب ومن ورا. وبرضه الدولاب أنا طبعًا إيه، زي ما أنا قُلت لكم إن أنا هاغيّر النظام بتاعه، يعني الدولاب أنا هاجيبه في وش كده الشباك على طول، يعني وأنتِ داخلة كده الأوضة، هاجيبه في الحتة اللي هنا اللي هي مكان كده ال المكتبة. تمام. أنا حاسة إن هو كده هيكون أحسن وفعلًا بقى أحسن. أتمنى كده تكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكون بتاخدوا كده حبة باور كده مني وطاقة هو أنا يعني باقول إيه، ما هو الباور هو الطاقة والّا إيه يا جماعة؟ وإحنا خدنا علينا إيه، فلسفة المصريين، يعني نقول كلمة بالإنجليزي ونقول معناها يعني العربي. معلش يا جماعة بقى. يا جماعة تعليم حكومي بقى معلش، استحملونا يا جماعة، استحملونا بقى شوية. أنا بقى كنت الإنجليزي ما كنتش باحبه خالص يعني الحمد لله. ما كنتش باحب مادة الإنجليزي خالص، 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 يعني كنت تلاقيني حافظة الكلمات بس، تيجي تقول لي بقى جمّعي جملة أقول لك لأ، sorry ما أعرفش. ما احبش الإنجليزي خالص يعني. الحمد لله، بس عمري ما جِبت فيه مُلحق يا جماعة، مش عارفة ليه. كنت كنت الظاهر يعني إيه، يعني كنت بُصّوا باحط الورقة وكنت إيه، حادي بادي كرنب زبادي وبتعدّي يعني الحمد لله. شُفتوا أنتم التعليم كان زمان كان سهل إزاي؟ إنما دلوقتي بنودّي مدارس international زي ما بيقولوا، مش عارفة إيه، والعيال كمان مش فاهمين حاجة، استغفر الله العظيم يا رب. صراحة الله يكون في عونهم، المنهج بقى تقيل عليهم. المهم خلّينا في الروتين، هتخرّجونا من الروتين وترجعونا للزمن القديم ليه؟ حلو ده، حلو والله ترجعونا للزمن القديم. والله كان أحلى أيام وأحلى وقت والله، أحسن من دلوقتي بكتير. يالّا الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه، وكل واحد بياخد زمنه بقى. أنا طبعًا دخلنا بقى على الحيطة بقى، خلّصنا الخشب، لمّعنا بقى الحيطان زي ما أنتم شايفين كده. معلش يا جماعة أنا باحب أتكلّم معاكم، مش شرط إن أنا أتكلّم معاكم في يعني كده الفيديو، نحب نهزّر مع بعض شوية ونفرفش شوية. أنا بقى كده إيه، لمّعت كده الجنب اللي أنا هاجيب فيه، ده الجنب بتاع الدولاب. أنا طبعًا هاجيب فيه الدولاب دلوقتي، هتشوفوه دلوقتي كده معانا.
المهم انت تشوفوا النظام بتاعنا في اخر كده الفيديو ان شاء الله، وهيعجبكم، هيعجبكم جدا يعني. وعايزاكم تقولوا ايه رأيكم بقى. انا هنا بقى كده بلمع كده الارض زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر ده المكان اللي هجيب فيه الدولاب يا جماعة. ركزوا معايا بس كده عشان انا اصلا مش مركزة. المهم زي ما انتم شايفين كده اهو، هنلمعه بقى. وبعدين عايزه اقول لكم والله حصل معايا موقف، بس اقول لكم خليه في اخر بقى الفيديو. معلش الفيديو النهارده طويل يعني، معلش غصب عني والله. انا حاولت اقصر فيه ومسحت منه حاجات واعمل فيه، مش عارفه. هو الفيديو ده هو طويل لان هو اصلا الفيديو طويل، هو اليوم كان طويل معانا يعني، في شغل كتير. اعمل ايه بقى يا جماعه؟ معلش بقى نصيبكم كده، فانتوا استحملوا بقى اختكم بقى. هتعملوا ايه؟ استحملوني معلش. المهم ان انا كده بوريكم بقى كده المنظر الحلو بتاعنا الجميل. الدولاب بتاعنا اهوت، شايفين الطرقه صغننه خالص ازاي. انا بقى دلوقتي كده بوريكم، بقول لكم ان انا هفصل دلوقتي كده معاكم، وهنقل بقى الدولاب ده، هوديه المكان اللي احنا مسحناه اللي هو هنا ده. وكنا مسحنا مسحنا برضو الجنب بتاع برضو الحيطه. احنا هنا كده الحمد لله نقلناه اهو زي ما انتم شايفين. ده كده بقى السريرين جنب بعض، وادي الدولاب. فين الدولاب؟ اهو هو كده اهو زي ما انتم شايفين كده. جبت انا في وش باب الاوضه على طول، او زي ما انتم شايفين. والجنب بقى التاني همسح بقى مكان كده الدولاب نفسه ان انا ايه نقلته اهو. هنصب اول حاجه الحيطه كانت متبهدله جدا طبعا من ورا بقى من ورا الدولاب. والارض بقى هنعملها. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا بقى ايه، ما سبتش اي حاجه الا ما صبنتها الحمد لله يعني. حيطان الخشب، الدواليب حتى من جوه عملتها، وبرضو من بره ومن فوق برضو. الحمد لله انا عملت، بقول لكم عملت انجاز يعني الحمد لله. وشايفين هنا، مع ان انا بخاف من الكهرباء جدا، انا كنت بعمل عند الفيشه دي. وعايزه اقول لكم كنت مرعوبه مرعوبه جدا، انا بخاف اصلا من الكهرباء من زمان يعني. فالحمد لله ربنا كده سترها الحمد لله. بس كان الجنب كان وسخ اصلا، وكان لازم ان انا اعمله يعني. ما ينفعش يبقى انا عملته كله واسيب مكان كده يعني المكان كده الكوبس مش هينفع. فانا رحت عملت اهو زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا المع بقى اهو. بعد ما انا ما غسلت بلمع بقى عشان هزق بقى السرير، هوديه مكان الدولاب. وهنظبط بقى الدولاب بتاعنا ده كده كان مكان الدولاب بقى. انا هنا بقى كنت ايه هصبن بقى الدولاب بتاعنا زي ما انتم شايفين. برضو نفس النظام. احلى حاجة لما يكون الدهان بيتغسل بيبقى حلو. لكن الحيطة ما بتكش عليها قوي لان الدهان بيقع برضو منها. بس برضو بعملها على قد يعني كده، على قد ما بقدر، بس مش بتك عليها قوي بسفنجة كده وبعملها. ايه حطيتوا اللايك ولا لسه؟ شايفاكي يا اللي مشيتي وما حطيتليش اللايك. يعني والله العظيم يا جماعة الواحد بيتعب جدا 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 يعني. عايزة اقول لكم يعني اللايك ده، يعني لما تحطي ايدك على اللايك كده يعني مش هتتعبي خالص يعني بتكت زرار كده يعني. حطي ايدك على اللايك، وبعدين اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس بس على كده. وعايزة تحطي فضلا منك تحطي كومنت، حطي كومنت كده ايجابي زي كده يا حبيبتي، وكومنت عسل زيك. يعني الموضوع كله سهل وبسيط جدا، ويبقى دعم منك مش اكتر يعني. وربنا يا رب يجازيك الخير، يجازيك خير يا رب. ونفضل مع بعض كده دايما اخوات واصحاب، ويدوم ما بيننا الخير دايما. يلا وان شاء الله كده قناتنا تكبر بيكم. انا عندي ثقة في ربنا كبيرة جدا، وعندي ثقة في الناس اللي معايا. الناس اللي معايا كويسين جدا، والناس اللي معايا جدعان. وطبعا ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب. وانا بشكركم كلكم، وبشكر اي حد عمل لي لايك، واللي بيعمل ديسلايك برضو بشكره جدا جدا، لان برضو الديسلايك بيرفع برضو الفيديو معانا. وبشكركم كلكم، بشكر اي حد دخل عندي في القناة. وربنا يا رب يخليكم ليا، وما تحرمش من تشجيعكم ابدا. طلعت لكم كمان فوق كمان الدولاب ومسحته. عايزين ايه تاني؟ يلا بقى يا جماعة شجعوني بقى كده باللايك. ايه رأيكم بالنبي؟ والله العظيم النظافة حلوة يا بنات، وكمان ريحة النظافة في البيت بتبقى جميلة جدا، بتدي طاقة كده يعني إيجابية كده، وحاجة حلوة كده. يلا قومي كده وتشجعي كده معايا، ولو انت لسه بنوتة كده. وكمان اتعلمي تساعدي كمان والدتك كده في البيت عشان خاطر تتعودي على كده. وكمان تبقي يعني، عايزة اقولك البنات اليومين دول مش حابين يعملوا اي حاجة خالص. والله العظيم بجد يا جماعة، انا عندي بناتي مش عايزين يعملوا حاجة خالص الا بيبصوا بيطلعوا الروح يعني. لما تسيسيهم سيسيهم كده واحنا الحمد لله ما نعرفش نسيس الايام دي. ما عندناش خلق والله من اللي احنا شفناه. الحمد لله على كل حال. انا عايزه اقول لكم انا بقى كده المفرش ده انا اصلا كنت لازقاه بلزق اللي هو بتاع ايه، اللهم صل على النبي، بلزق اللي هو الكهرباء تمام.
دلوقتي جبت اللزق اللي هو الشفاف ده، وايه هلزق بيه، لان خاطر انا ما بحبش المفرش يكون نازل كده، وخصوصا ان ده مفرش برضو خفيف. فالبنات عندي ممكن يقطعوه اصلا، يعني انا عندي ما شاء الله عيالي ما بيسيبوش حاجه في حالها. انا لزقته زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا ملزقه الرفوف كلها بنفس النظام ده، بس لما لقيته اتفك لزق طبعا الكهرباء مش متين برضو، فهو راح ايه، راح ساب منه، فانا رحت ملزقاه برضو. قلت ايه بالمره كده، يعني قبل ما اطبق كده قبل ما اطبق الهدوم اكون ايه خلصت الموال ده. طبعا أنا اللي في الظهر ديت اللي جوه دي كنت هعملها، رجعت قلت لا خلاص خليها مش لازم يعني. انا هنا كده زي ما انتم شايفين كده، عشان خاطر المفرش بس كده ايه يمسك في قلب الظرف، في قلب الرف قصدي. كنت هعمل ديت، رجعت في كلامي وقلت لا خلاص خليها، او مش لازم بقى. شايفين بقى المنظر ده كله، وعلى فكرة كان فيه هدوم تانية في شنطة تانية، كيسة كبيرة كده. المهم ان انا ايه كده، انا هقفل معاكم بقى عشان خاطر الموال ده يطول شرحه بقى. تمام. انا كده ايه طبقت بقى، هنطبق الهدوم دي كلها، نشيل بقى الشتوي بقى وننزل الشتوي قصدي، ونشيل بقى الصيفي، ونشوف بقى اللي صغر عليهم، والدنيا بقى اللي انتوا عارفينها كلها دي. او زي ما انتوا شايفين انا كده هقفل بقى معاكم. انا هنا بقى كنت خلاص بقى كده ايه خلصت التطبيق الدولاب كده خلاص زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، ايه عصر السرعة دي، ايه يا ام ملك النشاط والحيوية دي. يلا اتعلموا كده معايا كده. شفت الشغل الكاميرات وشغل التليفونات بتعمل ايه، بحس ان الدنيا سهلة والله. اهو بسم الله ما شاء الله، ادينا رصينا طبقنا الدولاب، وحطينا الفرش فوق كده كمان، يعني ظبطنا كده الدنيا. البتاع المروحة بقى شغالة، هي اللي عاملة الخيال ده يا جماعة، لأن طول واحنا شغالين الجو حر. الجو مش مظبوط خالص يا جماعة، شوية حر شوية ساقعة، من الواحد تعبان، جسمه تعب والحمد لله. احنا هنا بقى كده زي ما انتوا شايفين الكيسة اللي فيها بقى الهدوم دي الهدوم الصيف. المفروض ان انا كنت هشيل بقى السرير واحطها تاني، يعني اشيلها تحت كده، تحت كده السراير. انا بقى ما عملتش كده. ليه بقى؟ لان انا بصراحة وانا كنت بمسح الأوضة، لقيت الجردل بعد ما خلصت ونشفت، لقيت الجردل راح واقع مني وساح في الأوضة كلها تاني تحت الدولاب وتحت الخشب بتاع السراير. فاضطريت ان انا من ورا الكاميرا الكلام ده بقى. طبعا عايزه اقول لكم ان انا اتضايقت وتعكننت جدا جدا، لاني كنت ما صدقت ان انا خلصت مسيح والجردل طبعا وقع. فالارض الميه جريت تحت بقى السراير. رحت شلت انا بقى، وكان البنات كانوا معانا، مسحت وحطيت الملل. صراحه تعكننت وما صورتش بقى. قالوا لي طيب يا ماما احنا لما نشيل اما نحط الشتوي هنشيل المرتب التاني. قلت لهم لا خلاص انا كده مش هشيل بقى مش هاحطها بقى تاني، مش هاقدر، ما كانش عندي صحة بصراحة إن أنا أشيل المرتبة تاني والمُدَل عشان خاطر أحط الهدوم الشتوي، الهدوم الصيفي قصدي يعني، مش عارفة ليه ماسكة معايا الهدوم الشتوي. المهم قُلت خلاص هاحطها في الركن دوّة، ولمّا ربنا يسهّل كده وأقدر إن أنا لمّا آجي أروّق تاني يعني أبقى أشيل السراير وأحطها ماشي، ما قدرتش أهي مركونة جنب كده جنب الدولاب، مش هيحصل لها حاجة يعني، عادي. أنا كده أصلًا مسكت الأوضة نكدتها، هتتروّق بعد كده من على الوش، ولمّا نيجي نشيل تاني نبقى نرجّعها تاني. صراحة موقف رخم جدًا لمّا تبقي خلاص تحسّي إن أنتِ قربتِ تخلّصي وقربتِ تخلّصي حاجة أنتِ تعبانة فيها، وتلاقي كده موقف زي ده كده حصل. بصراحة أمّا الجردل أمّا وقع، أنا عايزة أقول لكم أنا كنت عايزة أعيّط من التعب، لإني كنت تعبت جدًا. أنا بقى هنا آآ هافرش بقى السراير زي ما أنتم شايفين. دي كانت آخر مرحلة، لإن أنا كنت مسحت بقى، وفاضل إن أنا هالمّع بس كده قبل كده السجاد مكان بس رجلينا ورجل بقى البنات وكده. لان عايزه اقول لكم اليوم ده كان طويل جدا جدا، يعني خدته من اوله لاخره لبالليل، يعني عايزه اقول لكم والله. وركبت كمان الستاره على برضو الشباك، قلت خلاص يبقى كده ايه الاوضه كده دفتها لهم، واستقبال بقى للشتاء، وتبقى الدنيا بقى نظيفه كده عندهم، والاوضه تبقى نظيفه، يبقى انا كده خلصت الاوضه من اولها لاخرها الحمد لله. والصاله كمان خلصناها وفرشتها طبعا. وصورت الفيديوهات دي معاكم. وبرضو اوضه النوم بتاعتي عملتها وفرشتها كمان السجاد. بس بقى يبقى احنا كده فرشنا الشقة بتاعتنا الحمد لله. ويبقى كده فاضل بقى المطبخ بتاعنا. كنا بصراحة بقالي فترة ما عملتهوش، ان شاء الله هنعمله برضو في فيديو ان شاء الله مع بعض. بسم الله، ايه رأيكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله، ايه رأيكم بقى؟ بصوا دي كده اول ما دخلنا كده الأوضة كده الحمد لله احنا عملنا انجاز كبير جدا زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى الفيديو، شوفوا بقى
اللهم صل على النبي. احنا كده خلصنا ترتيب بقى الاوضه بتاعتنا، ونقلت النظام بتاعنا زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى في النظام ده؟ بص، اول ما تخشوا من الباب كده، ادي الباب عندنا اهو. اهو انا اول ما دخلت الباب اهو فرشت بقى السراير اهي. طبعا انا غيرت النظام، جبت السريرين هنا، واحد هنا واحد هنا. هما كانوا على فكره كانوا جنب بعض ضامين على بعض، ومش عاجبني النظام ده. طبعا انتوا شفتوا بقى الفيديو، وده كده كان نهايه الفيديو بتاعنا. ركبنا الستاره كمان، يعني دفت لهم المكان لاستقبال الشتاء بقى. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم ما شايفين كده. عايزاكم تقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو النهارده بتاعنا. وفرشنا السجاده بتاعتنا كمان. عايزه اقول لكم السجاده دي بقى قطمت ظهري، كنت عايزه ارفع السرير وانزلها تحت كده، يعني السرير لقيتها ايه، هتنزل حته كبيره اهو. لقيت معرفتش اشيل بقى السير طبعا كان تقيل، معرفتش اشيل بقى السير. رحت تانياها كده، ورحت ايه حطيتها برضو كده اهي. رحت تانياها وحطيتها زي ما انتم شايفين كده. طبعا السجاد برضو كنا احنا غاسلينه، كل حاجه غاسلينها مع بعض وعاملين كل حاجه مع بعض. اتمنى اللي ما شافش الفيديوهات بقى يروح يشوفها كده، واتمنى تتابعوني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وان شاء الله كده قناتي تعجبكم. خدوا كده جوله عندي، الروتينات عندي جميله جدا ومشجعه. وهنا فرشت السراير برضو نظيفه، والمفارش برضو نظيفه زي ما انتم شايفين. يعني كل حاجه كده نظيفه. مش عايزه اقول لكم كلها جديده في جديد، لا كلها نظيفه في نظيفه. طبعا ربنا يرزقنا ويكرمنا ونجيب بقى الجديد. الحمد لله على كل حال. وادي بقى الدولاب بتاعنا اللي ايه هدينا واحنا بننقله زي ما انتم شايفين كده اهو. نقلناه اهو. ايه رايكم بقى في النظام ده؟ طبعا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم بقى في النظام ده، احلى ولا كان بقى الاول احلى؟ وادي الكومودينو حطيته هنا، والهدوم الشتوي اهيت، الهدوم الصيفي قصدي. يلا يا حبايبي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. ولو انت اول مره تشوفيني اتمنى تشتركي في القناه. واقول لكم ايه، انتظروني بكره فيديو جديد وروتين جديد من قناتي، قناه وصفه في مطبخي مع ملوكه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.